حبايبي الحلوين، ازيكم؟ المدارس بدأت بقى وبتحتاروا تعملوا ايه للأولاد ياخدوه معاهم في اللانش بوكس. يبقى الوصفة دي ليكم على طول. النهاردة هنعمل أحلى وأطعم باتيه مورق وخفيف وبأقل المقادير. يلا بينا نشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا النهاردة عملناها ازاي. اول حاجة هننزل ب4 اكواب دقيق، عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة ونص سكر، ربع كوب حليب بودر، ربع معلقة صغيرة ملح. نقلبهم كويس وبعدين نضيف عليهم ربع كوب زيت ونقلبهم، وبياض بيضة عليها ربع معلقة فانيليا او خل. نقلبهم كويس وبعدين ننزل عليهم بكوب وربع مية دافية، نعجنهم مدة ما تقلش عن 10 دقايق عشان نحصل على عجينة ناعمة. نسيب بقى العجينة بتاعتنا تخمر لمدة ساعة، وده شكل العجينة بعد التخمير. نبدأ بقى نفض منها الهواء خالص، وبعدين نرش دقيق ونبدأ نفرد العجينة بالشكل ده. وبعد كده نجيب تلت كوب زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة وندهنها على العجينة بالشكل ده. نجيب بقى قطاعة او سكينة حامية ونبدأ نعمل فيها فتحات بالشكل ده. بعد كده هنلم الأطراف على بعض، نلم بقى العجينة بتاعتنا ونغطيها وندخلها الفريزر لمدة ربع ساعة، وده شكلها بعد ما طلعت من الفريزر. نرش بقى دقيق ونبدأ نفرد العجينة كويس جدا. نقسم العجينة من النص وبعدين نعملها قطع متساوية، ونيجي بقى للحشو. هتبقى اختياري، انا هنا حشيت بجبنة. اهم حاجة نقفل عليها كده عشان الحشوة ما تخرجش مننا واحنا بنسويها في الفرن. نقفلها كده وبعدين نقفل الاطراف عليها كويس جدا بالشكل ده. وممكن تحشو اي نوع جبنة او شوكولاتة او مربى. نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا ونرصها في صينية ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد كده نعمل سائل لتلميع الصفار البيضاء اللي احنا كنا اخدنا البياض بتاعها في العجين. نحط عليه ربع كوب حليب ورشة فانيليا، ونبدأ ندهن الباتيه بتاعنا بالشكل ده، ونرش سمسم وحبة البركة. وبعدين ندخل الباتيه بتاعنا فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، وبعد كده نفتح الشواية عشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده. مش قادرة اوصف لكم بجد الباتيه الجميل ده مورق ازاي وخفيف زي القطن وطعمه روعة. بجد لازم تجربوه بنفسكم. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ويلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.